الصحافة الإسبانية تصدم ياسين بونو بهذا الخبر الجديد وتكشف عن المفاجأة الصادمة، وإليكم التفاصيل. ولكن قبل الخوض في هذا الفيديو ارجع الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلك دائما كل جديدنا. أفاد تقرير صحفي إسباني أن المدرب جديد لنادي إشبيليا يرغب في إحداث بعض التغيرات في تشكيلة الفريق واستراتيجية اللعب، وذلك لإعادة إحياء الفريق وتحسين أدائه في مباريات قادمة في الدوري الإسباني. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مكانة الحارس المغربي ياسين بونو في الفريق لم تعد مضمونة بعد قدوم المدرب الجديد الذي كان يعتمد على ماركو كحارس أساسي في جميع مبارياته التي قادها مع فريقه السابق. ويبدو أن المدرب الجديد يسعى إلى إحداث بعض التغيرات على الفريق إشبيليا لتحسين أدائه ونتائجه في الدوري الإسباني بعد موسم صعب. وعلى صعيد آخر فقد رفض الحارس ماركو دعوة منتخبه للمشاركة في مباراتين، حيث أعرب عن رغبته في التركيز على تحسين مركزه في فريق إشبيليا ومنافسة ياسين بونو على مكانته كحارس أساسي في الفريق. وفي النهاية إذا أعجبك الفيديو فاترك لنا إعجابا، ولا تنسى الاشتراك في القناة مع تفعيل خاصية الجرس ليصلك دائما كل جديدنا.